السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنديروا لا وصفه لا والو. شاركت معكم الماسك ديال قلت لكم انا معروضه ودرت الماسك البارح. اليوم ان شاء الله معروضه بالنهار، وبغيت نشارك معكم شنو غادي نلبس، شنو التحضيرات. يعني كما كتشوفوني انا لابسه هذا القفطان هذا ديال جوهره. هو اللي كنت درت مؤخرا. المهم ماشي بزاف، ولكن هو هذا اللي عندي. غنمشي لابسه مع جلابه، والتكشيطه غادي نديرها غير احتياط. وصار كانت عندي تكشيطه ودخلت عليها تحسينات. غادي نوريكم، نقول لكم كيفاش كانت زعما سامبل، خياطه سامبل، وليت عاود رجعتها، زعما جددتها عاود رجعت جديده. المهم خليكم معايا باش تشوفوا شنو غادي نلبس. هذه التكشيطه ديالي، نتوما كتشوفوا هذا اللون زوين، اللون المفضل عندي هو الكحل. عطاتها لي اختي هذا الثوب هذا، الله يعطيها الخير. حتى هي كتنبت وكتخيط، يعني خياطه تقليديه، غير هي بعيده، ما كايناش مسكينه معنا دابا بعيده. بالنسبه لهاد التكشيطه هذه كانت خيطتها يعني خياطه د العماره، ما فيها لا طرز لا والو، وصافي لبستها وعاودت ورجعت. دفعتها للطرازه ونبتتها ليا كما كتشوفوا من هنا من الصدر. بالنسبه للخياطه، هاد الخياطه بالماكينه ماشي باليد. هاد الخياط اللي كنخيط عنده صراحه زوين، خياطته متقونه، وحتى بالنسبه عنده الكلمه. لا قالك دار معاك الوقت صافي ما كيديكش ويجيبك. كنت شحال هادي كنخيط في مكناس، ولكن مع كيجيني نبقى نمشي ونجي على الحاجه، قلت من الاحسن نشوف شي خياط هنايا. وهذا صراحه مشيت عنده غير هكذاك، ما كنعرفوش وصدق مزيان. حتى بنات اختي كيخيطوا كينبتوا، كيخيطوا خياطه عصريه وتقليديه، غير هما تا هما شويه بعادين عليا. ولكن شي نهار ان شاء الله غادي نمشي عندهم، وغادي نصور لكم شي فيديو باش تشوفوا الموديلات اللي كيديروا. هذه المضمه يعني كما شفتوا تبدلات، كانت يعني في شكل ورجعت في شكل، يعني حتى شبعت منها عاديه وليت نبتها، يعني بحال دخلت عليها التغييرات هادو رجعت بحال تكشيطه اخرى. هذه المضمه ديالها كما كتشوفوا فضيه ومنبته بالحجر، حتى هي جايه معاها زوينه، غير هي ملي كنلبسها كتنتفها ليا، تتسل كتشد ليا في الثوب وكتنتفها. هذه جلابه اللي عندي خفيفه، مغلفه من القب. هذه شريتها مخيطه، عجبني اللون ديالها، وفاش قيستها جاتني في الفصاله مزيانه. ولكن حاجه وحده، الخياطه صراحه ما متقوناش، لان غير لبستها بدات شويه كتحل من هاد الرانده. هذه نتوما كتشوفوا خفيفه ورقيقه منبته بالعقيق، وهي عجباتني، ولكن الخياطه بكل صراحه ما متقوناش. بالنسبه للفولار، هي هذه اللي كنلبس معاها، حتى هي كتجيني خفيفه وجايه معاها في الالوان. وكاينه هاد البليغه هذه اللي كنلبس مع القفطان ديال جوهره. كاين كيتباعوا في هذا اللون، وكاين اللون الفضي، كتجي زوينه في اللبسه وخفيفه. بغيت نوريكم حتى هاد الصباط هذا خفيف، كنت خديته من مروه 100 درهم، صراحه خفيف كيجي في اللبسه زوين. هذا غير بغيت نشاركه معكم وغنديه معايا، باش لان ما كنقدرش نلبس العالي طالون بزاف، كنبغي البلا بزاف، غادي نديه معايا باش نلبسه. صافي انا ركبت كما كتشوفوا، لبست جلابتي، لبست الفولار اللي كتجي مع جلابه، حيدت هذيك حتى لبسها ان شاء الله مع القفطان وصافي. المهم تكشيطه غير ديتها احتياط، نقدر نلبسها نقدر ما نلبسهاش، كيعجبني القفطان كيجي خفيف وصافي. هانتوما معايا، حنايا قربنا نوصلوا دابا. كما كتشوفوا كانت الشمس حاره، دابا الجو تقلب، واصلا حنا غاديين معطلين معروضين بالنهار وغادي غنوصلوا بالليل. انا نزلت هنايا في الطريق، انا كتعجبني الطبيعه بزاف، قلت ما يمكنش نجي لهاد البلايصه وما نصور لكمش. قولوا لي واش انت غاديه للسبوع ولا غدا للطبيعه. هذا الصفر عجبني وبغيت نصور فيه، وما عرفتش انا هاد النبته ديالي. سولت واحد المراه غير دايزه وقالت لي هذه راه الصوجه،
والله العظيم انا اول مره كنعرف بان النبته ديال الصوجا هي هذه. هانتوما تشوفوا تقريبا هنا هاد المنطقه هذه ما بين فاس ومكناس. وري لهيه كلها هذه الصوجا. اول مره كنشوف يعني الوريضه ديال الصوجا. غير بالمناسبه البنات اللي كانوا كيسولوني على الوصفه ديال كنت كلمت على الصوجا، كيسولوني كيقولوا لي كيفاش غنعرفوا الصوجا اللي معدله وراثيا. هذه هي المناسبه، ها هي في المغرب. هانتوما تبارك الله كتشوفوا الحقول كلها ديال الصوجا. هذه دابا الصوجا ديال البلاد. انا وصلت نوريكم غير شي شويه. هانتوما تشوفوا انا خليت اسبوع وخارجه نوريكم شويه الطبيعه. الشجيره هذه تبارك الله منوره. انا كنتماق على الطبيعه وكنصور لكم. نصور لكم. شوفوا هاد الهنديه هذه الصغيره اللي كتكون مالحه. هذه فاش كتاكلوها كتكون مالحه. هذه غنيه بالحديد. نصور لكم شويه. هذه السلميه هذه. المهم قبيله وانا كنصور ما قلت لكمش كاع فين معروضه وعند من معروضه. انا دابا في الاسبوع ديال في الدار ديال اختي. الاسبوع ديال ولد اختي زادت عنده بنيته الله يخليها له. هادشي اللي كاين. اختي عزيزه عليها الطبيعه بزاف. هي فاش جات سكنات هنايا هي الصراحه اللي كتقابل هذا الشيء وهي اللي كتزرعو بيديها. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. دابا جيت لدارنا باش غنباتو ان شاء الله. دابا تقريبا شي 1:30 ديال الليل. وكنتمنى ان الفيديو يكون لاعجابكم. ما تنساوش الضغط على لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي اشترك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله. تصبحوا على خير. السلام عليكم.